وبعدين ايه احنا ما فيش اكتر من عندنا من ايه؟ لا 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 الكابتن شوبير يطلع، لا لا الاداره شغال، بس الصفقه دي لا، بس الصفقه دي لا، بس طب بيشتغلوا في ايه؟ طب ما تقول لنا ايه اللي شغالين عليه؟ ما تقول لنا ايه اللي شغالين عليه؟ واحنا هنطلع نكلم الناس وندلس على الناس بمعلومات كاذبه؟ عمرنا ما هنعمل كده. كولر مش مبسوط. كولر في خلاف بينه وبين عدد كبير من اللاعبين، منهم اللي موجودين دلوقتي مش بس اللي مشوا. مش عبد القادر ورضا ستين بس اللي هيترفع من القايمه. مصير علي معلول في خلاف كبير جدا بين الاداره وبين، هو بيقول لك علي معلول خلاص ما اقدرش اعتمد عليه، ما اقدرش تحسبه عليا في النص الثاني من بطوله الدوري وفي دوري ابطال افريقيا وفي كاس العالم للانديه. الصفقات بيتفق، خلي بالك بس من حاجه، لما حاج دي يقول لك ايه زي كابتن شوبير، بتكلم بالاسم انا ما بتكسفش يعني، يقول لك اصل الراجل بيرجع في كلامه في الصفقات، مش صحيح. ده الكابتن محمد رمضان هو اللي قال للراجل واحنا عرفنا وطلعنا قلنا هنا انت هتختار 5 مهاجمين مثلا، اجيب لك اي واحد فيهم. قال له امين يا عم هات اللي انت عاوزه. طب احنا كل شويه بنتكلم في ايه؟ في الفلوس، اصل احنا عندنا ازمه فلوس. ازمه فلوس فين وانت اعلى رعايه واعلى دخل واعلى دخل من حصيله المباريات اللي انت بتشارك فيها بره. بتجيب صفقه مضروبه بقى زي موديست، مش مشكلتي، $1,800,000 انت اللي المسؤول عنه. بتدي للراجل وجهازه 250,000 يورو في الشهر، برضه مش مشكلتي. في ناس بتيجي ب70 وب80 وبيبقوا اسماء كبيره، انت اللي بتختار غالي وبتدفع غالي، مش مشكلتي برضه. ماشي. بتجيب لعيبه ما بتستفادش منها، مش مشكلتي برضه.